لو انت ما شفتش الاجزاء اللي فاتت من حكايه لوفي يبقى خش شوفها الاول. الجزء اللي فات شفنا ان لوفي والطاقم معلقين في مملكه المكعبات، وعرفنا ان المكان ده كله قفص، وبيحاول لوفي والطاقم يخرجوا من ذلك المكان، ولكن بيقابلوا شويه عقبات، وبيقابلوا شخص يدعي نفسه حاكم الشمس وبيكون متعصب جدا. يا ترى اللي هيحصل، ولا يا ترى هيقدر الطاقم يهربوا من ذلك المكان ام لا؟ وعشان ما اطولش عليكم اكتر ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتعالوا بينا نكمل باقي الحكايه. شوف لوفي والباقي بيهربوا من المكان، ولكن حاكم الشمس بيجري وراهم وبيكونوا حرقوا غرفته. ستدفعون ثمن فعلاتكم ايتها الدمى الحيه. بيفضلوا يهربوا منه، لكن اله الشمس بيفضل وراهم، وبيلاقوا جدار قدامهم، وكان زورو بيفكر يقطعه وسانجي بيفكر يضربه، لكن لوفي بيقدر ينط من فوق الجدار لانه دمر اي شيء، وبينط اسكات من فوق، لكن ما كانش سريع بما فيه الكفايه، وبيقعوا كلهم، وبيكون اله الشمس قرب منهم وكان هيمسكهم، لكن بيهربوا منه، وبيقول انت بتساعد ليه الناس دي يا اسكات؟ لكن هو ما يعرفش انه اتضرب منهم، ولكن الطريق ما زال طويل امامهم لكي يخرجوا من ذلك المكان. ولكن نامي بترمي الخريطه، وبيكون قسم مصدوم، انت رميتيها ليه؟ وبتقول له انا حفظتها كلها، وبتقول الانعكاس اللي كنا عنده هناك، وكمان السحب دي مجرد اشياء من القطن العملاقه، احنا عبرنا نصف البلاد، احنا قريبين من المخرج. ولكن بيكون اله الشمس اتعصب اكتر، انتوا مش هتعرفوا تخرجوا من هنا، وبيجهز الشبكه وبيجروا وراهم اسرع من الاول، وكان هيمسكهم، ويفضل يدمر في المكان حتى لو وصلتوا للجدار مش هتعرفوا تحطموه، وبيجري وراهم وبيمسكهم، بيحاول اسكات يهرب، تعالوا يا دمية الحيه، ولكن زورو وسانجي بيقولوا واصلوا التقدم، وبيستعدوا وبيهجموا على الشبكه وبيقطعوها كلها وبيهربوا منه. بيفضل اسكات يجري بسرعه، دول ازاي قطعوا الاسلاك ديت؟ الاسلاك دي مصنوع من المعدن، حتى لو وصلتوا للجدار القصه مش هتتغير اللي انا كاتبها، وانت عارف الثمن دوت يا اسكات. وبيتكلم اسكات وبيترجم شوبر كلامه، بتقول له بطل كلام يهبل، بيقول له انت ازاي بتكلم سيدك كده؟ وبيتعصب اكتر، وبيقول لهم انتوا هتقابلوا اله الاذن مش هتعرفوا تهربوا منه، وبيقولوا الناس ان في خبر وحش، اله الاذن لقد تم احراقه. وطبعا لوفي والشله كلها كلته، انتوا ازاي قتلتوا الارنب الشرس دوت؟ وبيتعصب اله الشمس اكتر، لكن ده بيفضل يضحك اكتر، هو العالم بيشتغل كده، قصه غير منصوصه بتظهر في المكان ده، انا قللت من شانهم، دول بيثيروا الحماسه في هذا العالم اللي بنيته يوجد الشر والابطال، التاريخ بيكتب قدام عيني، هذا هو جوهر دمية الحيه. ويفضل يضحك، حتى لو هيرودون يعترف بيكم انا هرفضها. وبيتذكروا زورو وبيكون من حلفاء لوفي، هو مين بالظبط الراجل دوت؟ وبيقرر العمالقه موجودين في المكان يهربوا بسرعه، وبيهرب لوفي بسرعه، وبيكون اله الشمس اتعصب اكتر، ايه هي خطوتكم الجايه؟ ويفكروا يخرجوا ازاي، واسوب هو اللي هيتولى هذا الامر، وبيستعد وبيضرب قذيفه على الجدار، بتعمل انفجار كبير جدا وبيتفجر المكان، وبينزل الحطام على الطاقم. بيفضل لوفي يتخانق مع اسوب، انتوا مش هتعرفوا تدمروا الجدار، هذا هو جزء المفضل. دمية بتعاني وبتواجه مصيرها اليائس، وقله الحيله والهزيمه وخيبه الامل جزءا من هذا التاريخ، وبيحاولوا يهربوا، لكن بيكون اسكات تعب جدا، وبيكون اله الشمس متحمس جدا لضم الطاقم الى مجموعته، وبيكون عارف اساميهم، ولكن هو عارف ازاي اساميهم، وبيقع. وبتقول نامي مفيش حد مسؤول عن الكوارث الطبيعيه، مش كده برضو؟ بيقول لها اسوب لا، انت قصدك ايه يا نامي؟ يا للاسف احنا عشنا الحاجات دي كلها في يوم واحد، انا زهقت منه. وعرفنا الطاقم وصل لجزيره الباف ازاي، وكان الغراب هو اللي جابهم، وبيكون العملاق ده هو اله الشمس، بس هو باين عليه بيحب التمثيل واللعب، ويقرر يصنع لوفي والباقي من الدمى، وبتطلع نامي سلاحها، وبتجهز غيمه كبيره جدا محمله بالبر، وبيظهر زيوس تضرب اله الشمس قوه كبيره، وبيهرب اسكات بسرعه، وتفضل نامي تضحك، وبينط اسكات، وبيجهز لوفي نفسه، وبيستخدم الجير الرابع، وبيضرب الجدار بقوه وبيقدر يكسره. اخيرا هيخرجوا من بلد المكعبات، وبتخلص الحلقه على كده. يا ترى اللي هيحصل، ولا ترى هيقدروا يكملوا هذه المغامره ام لا؟ وهل يقدروا يسيروا على بقيه الطاقم؟ ده هنعرفه في الحلقه القادمه. ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك الجميل على الفيديو.